أن جمعية ملتقى زوران وأكادير انخرطت في مخطط مشروع المحافظة على ذاكرة مدينة أكادير، التراث المادي والغير المادي لمدينة تعلمون جميعا أنها منكوبة، خاصة بالنسبة للتراث المادي لم يتبقى إلا بعض المعالم. ومع الأسف نسجل خلال 2014 و2015 أن السينما سلام تم بيعها، وأن صاحب المشروع الجديد يريد تحويلها إلى عمارة. كان طبيعي نحن كجمعية زوران وجمعيات أخرى والأكاديريين الغيورين ككل على الذاكرة الجماعية أن نتصدى لهذه العملية من الناحية القانونية، ولهذا نخبر الرأي العام بأننا وضعنا ملفا كاملا لدى وزارة الثقافة قصد تقييد هذه المعلمة في المرحلة الأولى بغية الوصول إلى تصنيفها كمأثر تاريخي مرتبط. وبهذه المناسبة أشكر جميع الفعاليات سواء بالنسبة للمجتمع المدني كإعلاميين كصحفيين اللي وقفوا معنا في هذه الوقفة اللي هي رمزية أكثر لرفض زلازل بشرية في هذه المدينة. أنا تنقول دائما قدر ما نقبل الزلزال كإرادة لربانية، لكن لا يمكن أن نسمح بالزلازل البشرية. شكرا لكم. شكرا.